السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسلامة. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هو انا من شوية كده واحدة حبيبتي كلمتني وبعدين بتقول لي ايه، هو انت يا نونا المحشي الصغير اللي انت بتعمليه ده هو فعلا انت اللي عاملاه ولا انت شارياه جاهز ولا ايه بالظبط؟ فانا قلت لها يا حبيبتي والله انا المحشي اللي انا بعمله هو اللي انا بعمله، ما انا ما بشتريش محشي من بره يا جماعة اصلا، يعني ما ينفعش، لازم احنا نكون مظبطين كل حاجة. فلاجل حظها الحلو كده انا اصلا النهارده بعمل محشي، حتى هتلاقوا يعني نص الحله حشيها. فقلت لها طب بصي بقى، انا بعمل محشي النهارده، وحظك الحلو يعني كده ان انت اتكلمتي في وقت بصراحه ايه، بعمل فيه محشي عشان تشوفي بعينيكي انا ما بشتريش حاجه من بره. ماشي يا حبيباتي. فهي بتقولي طب هو الصباع بيبقى صغير كده انا بعمله بيفك. لا يا حبيبه قلبي، هتفضلي تعملي كده اهو اهو، يعني الصباع ماسك نفسه اهو، وانتوا شايفين طبعا المحشي عامل ازاي في الحله. فهي تقريبا كده معرفش، يعني ممكن تكون الورقه بتبقى كبيره يا حبيبه قلبي، لا ما تكبريش الورقه، احنا بنقطع الورقه على قد الصباع بالظبط، يعني اهي ورقه صغيره خالص اهي على قد الصباع. وكمان ما بتكتريش الرز يعني عشان يطلع صغير كده ورفيع وجميل اهو اهو. يعني بصي الصباع عامل ازاي صغير خالص اهو وماسك نفسه يعني. فهو تقطيع الورقه الصغيره مهمه جدا، وكمان ما تكتريش الرز، حبه رز صغيرين جدا عاملين ازاي اهو، تفرديهم كده بس، وبتفضلي بقى تلفي كده في الورقه كده اهي اهي، الصباع اهو صغير خالص وجميل اهو. ف يعني الموضوع بيبقى في ايدينا احنا، ماشي، ان احنا الورقه بنقطعها بعد ما بنسلق الكرنب، طبعا بنقطع الورق صغير احنا بمزاجنا، في ناس بتحبه كبير لكن انا لا. اهو الصباع عامل ازاي، في ناس بتحب المحشي الكبير لكن احنا بنحبه صغير كده. لكن انا بقول لك اهو يا حبيبه قلبي، يعني انا بعمله اهو وانتي جيتي في وقت سبحان الله يعني زي ما تكوني عارفه ان انا بعمل محشي النهارده، جيتي في وقت انا بعمل محشي اهو قدامك اهو يا قلبي. هي بقى هو بقى حظك بقى كده محشي اهو زي الفل وصغنن وجميل اهو، انتوا شايفين حتى رصه الحله قدامكم عامله ازاي. وطبعا الخلطه طبعا حلوه وجميله ازاي وحمراء، واحنا اصلا بنحب المحشي كده الخلطه بتاعته بتكون حمراء كده، وكمان بنزود الخضره فيه. ماشي يا حبيباتي. يا حبيبه قلبي يا اختي يا حبيبتي، المحشي اهو قدامك اهو وصغير اهو، ولو رميتي الصباع مش هيتفك، لو مش يعني مسكتيه كده ورميتيه مش هيتفك، لان انا بحب اجمد على الصباع يعني كده عشان يفضل ماسك نفسه. فحبيبتي واختي المحشي انا عملته قدامك اهو، ماشي. ولو انت عايزه تعرفي اي حاجه تاني عرفيني يا حبيبه قلبي، انا بقى لما اسويه ان شاء الله هرجع لكم تاني يا حبايبي علشان اوريكم المحشي بعد ما استوى بقى شكله عامل ازاي. بصي يا حبيباتي، انا نسيت اقول لكم في حاجه مهمه قوي، قرن الفلفل ده لما تحطيه في المحشي بيدي للمحشي طعم وريحه جميل جدا. انا عملت 3 قرون بس كده ونحطهم هنا كده يا حبيباتي، ماشي. انا حشيت 3 اهو، وتروحي حطاهم كده، مش هيعملوا حاجه يعني غير ان هم هيدوا نفس جميل قوي للمحشي وطعم حكايه اهو يا حبايب قلبي. المحشي بقى عايزه اقول لكم على حاجه مهمه انا بعملها، يعني المحشي عشان يطلع حلو وطعمه جميل شوربه اللحمه بتبقى احسن بكتير قوي من شوربه الفراخ. عامه انا بعمل كده، فيعني اللي عايز يعمل فراخ براحته، بس دايما المحشي بيبقى طعمه حلو قوي بشوربه اللحمه، وخاصه لو فيها حته دهنه صغيره او حته سمين صغيره بتبقى جميله بصراحه، بيديله نفس وطعم ولمعان وريحه زي الفل، يعني زي ما انتم شايفين كده. فان شاء الله يا رب كده المحشي بتاعنا كده يعجبكم، وبيبقى ريحته ايه جميله بصراحه يعني. ليه بقى؟ لان التوابل والحاجه الخضره لما بتكتري الشبت والكزبره، مش لازم بقدونس يعني كتير، انا عن نفسي بحب المحشي بالشبت والكزبره الخضراء بس، ما بحطش حاجه تاني غير كده، هما الاتنين بس.
لان بصراحه نفسهم بيبقى جميل قوي قوي في المحشي بامانه يعني، غير البقدونس. اما في ناس بتحب البقدونس، كل واحد حسب ما بيحب يعني، حلوين. انا بتكلم يعني عن اللي انا بحبه يعني، وبيخلي عندي الدنيا تمام يعني. لكن كل واحده وحسب ما هي بتحب، وهي يعني كل واحد بقى وليه مزاج يعني في الاكل، يعني في طريقه الاكل يعني. اما بالنسبه للصباع الصغير بيبقى صغير ازاي، انت اللي بتتحكمي في الورقه، بتخليها ورقه صغيره خالص. ماشي يا حبايبي. وطبعا الخلطه لما بتعمليها وتبقى حمرا كده واخده يعني كل متطلباتها منك، من صلصه، من بهارات، من طماطم، من الزيت بيكون مظبوط، ما يبقاش كتير برضو قوي يعني، بيخلي الطعم والريحه لغايه اخر صباع، يبقى زي السكر. انتوا شايفين قدامكم المحشي عامل ازاي. فيا رب يا حبايبي كده، يا رب كده يعجبكم المحشي واللف الصغنن دون، واللف الصغير ده اهو، شايفين اهو محشي زي الفله. يا رب دايما كده اشوفكم على خير، وبكل خير وصحه وسلامه وسعاده يا حبايب قلبي، يا رب كلكم. اهو صباعه يا اختي حبيبتي عشان تشوفي المحشي صغير اهو. شفتي بعينيكي سبحان الله، يعني انتي حظك حلو بقى النهارده. ماشي يا حبايبي، ان شاء الله يا رب اشوفكم على خير وكل صحه وسلامه وسعاده يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده بقى كان المحشي يا حبايب قلبي اهو، بعد ما استوى. ماشي، بتعملي كده، تهزي الحله كده اهو، تنزلي كده اهو. بصي بصي يا حبيبتي اهو اهو، شايفين؟ ده بقى المحشي بعد ما خلص يا حبايب قلبي، شايفين شكله عامل ازاي؟ محشي اهو بعد ما اتعمل وخلص. ده بقى عمايل ايديا وحياة عينيا، ولا ولا اي حاجه خالص، كله كل حاجات من البيت طبعا. والصباع الصغنن زي ما انتم شايفينه كده، بصوا صباع الفلفل الجميل ده، والصباع الصغنن عامل ازاي اهو. يلا بقى اشوفكم على خير. وبقول لاختي حبيبتي المحشي اهو بعد ما استوى يا حبيبه قلبي، وبكل تريكاته وحركاته. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.